يا صباح الفل، يا صباح الجمال، صباح الخير عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنبدأ يومنا ونبدأه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة وازكى السلام. هنا ان شاء الله يوم جديد مع الفراخ الحمراء. هنا طبعا لسه شايله من تحتهم الفرشه وحاطه لهم فرشه نظيفه زي ما انتم شايفين. ده باقي الاكل بتاعهم بتاع امبارح اللي هم كنت حاطاها لهم كلوه. النشاره بقى عندي خلصت، فمش هحط نشاره دلوقتي، شويه كده هبقى ابعت اجيب نشاره وهحط لهم. بس انا حبيت اغير الفرشه تحتيهم علشان طبعا انتوا عارفين الفضلات ريحتها ما بيبقاش في نفسهم، يجي لهم اي حاجه في جهاز تنفسي. فهنا انا نضفت لهم اهم حاجه ان انا انضف من تحتيهم. ودلوقتي هحط لهم الميه والاكل بتاعهم. بس انا النهارده جبت لهم حاجه هنحطها لهم في الميه زي ما انتم شايفين كده. انا جبت لهم الفيتامين. انا قبل كده كنت بجيب الازازه الكبيره ب10 جنيه، دلوقتي لقيت ديت الصغيره دي هي تقريبا نفسها ديت ب3 جنيه. بتحط منها ملي غطا على 2 لتر ميه. انا مش هحط غطا على 2 لتر ميه، لان طبعا يوم هحط لهم عسل، يوم هحط لهم فيتامين، يعني كل يوم هحط لهم حاجه شكل. فانا مش هعمل، انا هحط في المسقه كده بتاعتهم حاجه بسيطه قوي يعني بالتقدير كده. فهنا دوت الفيتامين بتاعهم اللي انا هحطه لهم. طبعا احنا اتفقنا ان الدوره دي ان شاء الله عايزين نطلعها يعني اوزانها عاليه ان شاء الله، وزنها كويس الفراخ الحمراء دي. فهنا هنحط لهم في الميه اللي هو الفيتامين دوت. نروح نجيب الاكل ونجيب الميه ونيجي. هنا هنحط الميه، وهنا كمان الميه. وانا هنا ماليه نص الغطا دوت. احط ربعه هنا واحط ربعه هنا. ادينا حطينا الميه وحطينا الفيتامين عليها. هنجيب بقى الاكل بتاعنا. هنا جبت بشرت بصلايه اهيت على العلف. احط شويه هنا اهوت، وهحط الباقي في نفس الطبق ياكلوا منه. عايزه الفت نظرك هنا لحاجه. بصوا يا جماعه، لو تلاحظوا انا ما بحطش الاكل تحت اللمبه على طول، لان الاكل لو سخن او الميه بتاعتهم سخنت فده بيعمل لهم نزلات معويه على طول. فدايما تخلي تحت اللمبه، وبالذات في فصل الصيف تحت اللمبه يبقى فاضي. ان هم عايزين يلعبوا تحت اللمبه يقعدوا تحت اللمبه مفيش مشكله، بس الاكل زي ما انتم شايفين اهو في جنب العشه، والاكل هنا في الجنب التاني. ما بحطش تحت اللمبه اكل، لان اللمبه هتسخن الاكل او هتسخن الميه، فاول ما هياكلوها هيحصل لهم نزلات معويه على طول. فتبقي واخده هي نقط حاجات بسيطه جدا، بس لازم نبقى واخدين بالنا منها، لان الحاجه ديت بتاثر على الكتاكيت بتاعتنا. وطبعا الكتاكيت غاليه والعلف غالي، فاحنا والحاجه دي بنصرف عليها. فحاجات بسيطه جدا الحاجات دي هتنجح معايا الدوره بتاعت الكتاكيت بتاعتي، مش هتخلي يبقى عندي اي حاجه نافقه او كده. دي حاجه. الحاجه التانية اللي عايزه اقول لكم عليها العلف برضو. ما غيرش العلف، ولو غيرته لازم احط الخل. طبعا رجعنا بعد ما الاذان خلص. هنا تحاولي بقدر الامكان ان انت ما تغيريش العلف، ولو غيرت العلف بتحطي شويه خل في الميه مش كتير. طبعا لو انت اكتشفتي ان العلف اللي انت بتستعمليه مش حلو في بدايه الدوره، يفضل ان انت تكملي بيه لحد اخر الدوره. يعني ما تغيريش العلف كتير. لو غيرتيه مره خلاص، لكن مش كل مثلا اسبوع تجيبي لهم علف شكل. ليه؟ لان انت كده بتثبتي وزنهم، بتخلي وزنهم يقف على كده، ما يفردوش ويدوا لحم. لان طبعا العلف زي ما احنا عارفين فيه نسبه سموم، فانت بتزودي نسبه السموم في جسمهم، فبالتالي الطير عندك ما بيديكيش لحم، لا هو بيجي عند وزن معين وبيقف دوت بسبب تغيير نوع العلف. فهي نقط بسيطه وحبيت ان انا اقول لكم عليها. ويا رب عشان كل اللي مربي تطلع الدوره بتاعه الفراخ بتاعته كويسه وشايله اوزان كويسه ويتشجع ويربي تاني. فهي نقط بسيطه. طبعا مش بلفت نظركم، يعني انا بذكر نفسي وبذكركم بيها.
فيا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، يكون هو فيديو صغير وخفيف، هو ما فيهوش حاجه غير ان انا غيرت ليهم وحطيت لهم الميه وحطيت لهم الاكل واضافات بسيطه اللي هي الفيتامين والعلف زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه بصل، وطبعا العلف انا حاطه كده كده عليه كركم. فكل الحاجات البسيطه دي بتنجح معايا دوره الفراخ. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونوش في الاشتراك، واترككم في رعايه الله. مع السلامه.